قررت وزارة الفلاحة حظر تصدير العديد من أنواع الخضر والتي على رأسها الطماطم والبطاطس والبصل بهدف الحد من الارتفاع المهول الذي تشهده أسعار هذه المنتجات. ومنعت الوزارة على مسوقي الخضروات والفواكه تصدير الطماطم والبطاطس والبصل إلى دول غرب إفريقيا. وأوردت مصادر إعلامية أن حظر الوزارة تصدير الخضروات المذكورة إلى الأسواق الإفريقية أثار استياء العديد من المصدرين. وتابعت المصادر ذاتها أن الجمعية المغربية لمصدري السلع نحو إفريقيا والخارج استنكرت قرار الوزارة القاضي بمنع تصدير الطماطم والبطاطس والبصل في اتجاه غرب إفريقيا. وسجلت أن الجمعية قالت في بلاغ لها إن قرار إيقاف تصدير المواد السالف ذكرها تم اتخاذه بشكل انفرادي. وأضافت المصادر أن الجمعية أفادت أنها تقبلت في الأول قرار منع تصدير البطاطس والبصل لتتفاجأ بعد ذلك بقرار آخر بعد 24 ساعة والذي يحظر تصدير الطماطم. جدير بالذكر أن أسعار الطماطم أصبحت تعرف خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق إلى جانب البطاطس والبصل والعديد من أصناف الخضروات الأخرى والتي تعرف استهلاكا كبيرا من قبل المواطنين.